مساء الفل عليكم او صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه من حلقات الزمالك وانا، اللي بتيجي او بنزلها بعد مباريات الزمالك. طبعا زي ما قلت لكم انا مش بعمل بعد كل مباراه الا المباراه اللي انا بحس ان انا عايز اتكلم فيها او الاحداث اللي انا عايز اعلق عليها. عامه اهلا بيكم والف مبروك فوز الزمالك امبارح على حرس الحدود وعلى حكم الفار الشناوي الصغير والقلاوي حكم الساحة. 3 نقط ضد ضد التيار، يعني ضد كل حاجة كانت ضد الزمالك امبارح، وضد دلع بعض اللعيبة يعني الشوط التاني. فالنهاردة هنتكلم شوية كده على بعض النقاط في المباراة. اولا هنتكلم فنيا، وثانيا في كام نقطة كده هنتكلم فيها سريعا. اهلا بيكم، ويا رب يعني لو انتوا بتشوفوني او بتتابعوني هيفرق معايا جدا دعمكم باشتراك في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك بيبتدي اللقاء بتشكيل ثابت كما متوقع من جروس. لولا الحاجة اللي حصلت في الإحماء الغريبة جدا، برضو الواحد مش فاهمها يعني، ومش عارف التدخل ده مش عارف متصور ولا لأ. 2 لعيبة من عندك اتصابوا في أثناء الإحماء، محمد السيد والونش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن إصابة الونش ملهاش علاقة بإصاباته السابقة، هي عبارة عن كدمة يعني. المهم يعني إن هما 2 لعيبة منهم الونش كان أساسي، فده خلى ان جروس يغير في التشكيل ويحط المسلوسي مكان الونش. والتشكيل الباقي زي ما هو، حتى مع تألق محمود بن تايك الماتش اللي فات، وان احنا توقعنا ان هو هيستمر بقى عن شلبي، بس هو ادى شلبي. نفس التشكيل نفس التركيبة، 4 وراه عمر جابر فتوح، مسلوسي مكان الونش اللي اتصاب زي ما قلنا، وعبد المجيد. قدامهم 2 دونجا وشحاتة. عبد الله قدامهم، يمين زيزو شمال شلبي، قدام حسام اشرف. الزمالك بيبدأ الماتش يعني بأداء كويس. هو أول تسديدة كانت للحرس أو أول ضغط كان للحرس. بعد كده الزمالك بيبتدي يمسك كورة، وبيبقى فيه لمسة بقى من لمسات جروس 2018، وابتدينا نشوف بعض بصماته. لعيبه بتدخل في العمق، والكلام تقريبا واضح للكل ان شلبي استغنى عن الخط شويه وابتدى يدخل لجوه ويعمل باصات. شلبي ما كانش احسن حاجه في اول الماتش، بس كان باين ان هو عايز وبيعمل، بيضم وبيسمع الكلام، بيسمع كلام جروس فبيزيد في منطقه الجزاء. في كذا عرضيه للزمالك وكذا فرصه لنادي الزمالك النهارده قبل الهدف، كان شلبي يعني متواجد فيها في منطقة الجزاء بشكل واضح، لحد ما تيجي الدقيقة يعني بدري بانت خطورة الزمالك. في الدقيقة 5 كروس من زيزو بشماله كويس جدا لعبد الله السعيد، اللي كان بيستغل دخول شلبي وبيطلع هو على الطرف بخبرته وبذكائه اللي في الملعب المعهود، بيطلع ياخد المساحة هو على الطرف. فعلا جات له، بس للأسف الفينش ما كانش أحسن حاجة. وقفها كويس جدا، يعني لو حد غيره أصلا ما كانش هيوقفها. الاستلامة دي استلامها كويس، بس حطها جت في الحارس وردت فيه وطلعت ضربة مرمى. بس هي عامة كانت هجمة كويسة جدا، وفكر من أفكار جروس إن كل لعيب بيسلم وبيتحرك، ما بقيناش نشوف اللعيب بيسلم ويفضل واقف. فاللعيبه بقى عندها حلول، ده اللي كنا، ده الميزه او ده اللي خلى شكل الاداء بتاعنا حلو، ان بقى في حلول، لان اللعيب مش واقف. طول ما انت بتتحرك، طول ما انت في اوبشن للكل، اللي حامل الكوره بيقدر يختار، وكمان بتسهل عليه، بتفتح له زوايا تمرير، مش بتبقى الزاويه اتقفلت خلاص مش هيعرف يباصي، يفضل يلف حوالين نفسه او لحد ما تتقطع. طبعا كل اللعيبه بتقدمها بشكل كويس ما عدا يعني اللي انا بشوفه بيضحك علينا كرويا، دي يعني لفظ كويس، هو دونجا. انا بصراحه يعني مع احترامي، يعني في برضه شلبي مهما وصل لاعلى مستوياته لسه ما يعني لسه بدري عليه قوي عشان اديله اي ابريشيت او اديله اي تقدير، او ان انا اقول ان هو لعيب كويس او يستحق ان هو يكون الجناح الاساسي لنادي الزمالك.
ممكن يبقى الجناح احتياطي موجود في القايمه، ينزل تحتاجه في اوقات معينه، عايز تعمل كورسات كتير ينزل. لكن الجناح الاساسي نادي الزمالك لسه بدري قوي عليه. معرفش هو عنده 30 سنه فهيقدر يعني نشوف منه حاجه زي كده ولا لا. بعد الفرصه بتاعت سعيد تيجي الدقيقه 8 برضو من جمله عمر جابر اللي طلع على الخط، عمل عرضيه كويسه جدا. زيزو خدها على الطاير بشماله، ردت من حارس سيحه، على فكره حارس مميز وانا كنت بشوفته في اخر ماتشين للمقاولين في الدوري. كان متألق جامد جدا يعني، وانا شايف حارس كويس. يا ريت الزمالك يحط عينه عليه، لان احنا محتاجين ندعم المركز ده يعني في ظل تراجع اللعيبه اللي عندنا. تمام. بعد تسديد زيزو بيجي بقى الهدف اللي كان يعني نتيجة طبيعية لتحكمك واستحواذك اللي كان بشكله كويس جدا، وكان واضح يعني ان هو هيثمر عن هدف. شحاتة اللي بيثبت، انا برضو هنتكلم عليه، واضح ان هو متطور جدا واداؤه مختلف، شبيه اداؤه في المنتخب الاولمبي. اللي احنا كنا بنتكلم هو ازاي في المنتخب الاولمبي بيبقى متألق كده، ومع الزمالك مش احسن حاجة. مع جروس ابتدى اهو تدريجا، تالت ماتش ليه بيقدم مستوى كويس جدا، او رابع ماتش ليه. كمان النهارده بيجمل اداؤه ده ببري اسيست واسيست. اول بري اسيست اللي هو عمله لعمر جابر في الدقيقه 13. تمام. شيب باص تحفه، بينزل عمر جابر. يعني انا يعني عملها بصدره بدقه جدا على رجل زيزو، لانها يعني واضح ان هو لما خد القرار هو كان عارف هي هتوصل فين. لانها لا، وانا بتفرج عليها او اول وهله كده الرياكشن يعني ما عجبتنيش، بس لقيته ان هو فعلا حاططها على رجل زيزو زي ما بيقولوا، من بين الاثنين اللعيبه اللي كان واحد قدام زيزو وواحد وراه. زيزو طبعا من اول فيرست تاتش كده راح لامسها حاططها في الجون. نتيجه جون حلو جدا، والماتش ابتدى يتسهل عليك لولا طبعا تدخلات كابتن الحكم القلاوي. معلش بس عشان انا كاتب معلش كاتب حاجات كده. تمام. تيجي اداء كويس وفي استحواذ وهجمات ورايح جاي واللعيبه بتنفذ الكلام ومفيش اي مشكله، وواضح ان الماتش هيبقى فيه جون واثنين وثلاثه. تيجي الدقيقه 22 بدون اي سبب في هجمه مرتده للحرس، الراجل بيرقص فتوح اتزحلق بيعمل تاكلينج، ايد الدعمه على كلام الناس راحت خابطه في ايده. فتوح ما راحش للكوره تماما بايده خالص، ما راحلهاش يعني حرفيا. حتى الكابتن قلاوي وهو بيشرح للعيبه بعد ما الفار اكد له قراره، وانا ما اعرفش الفار ازاي اكد القرار، بيقول للعيبه فتوح راح للكوره بايده وزقها بايده. فيعني حتى ده ما حصلش، انا مش عارف بقى اللي على الفار هو اللي قال له ولا هو ده اللي شافه. وفي نقطه مهمه جدا برضو دي كنت هاجي لها في نقطه التحكيم. ضربتين الجزاء ما شاء الله عليه، ما استناش الفار يقول له لا، ده هو اللي واخد القرار يعني، بالذات يعني قول التانية دي ماشي بتاعت المسلوسي، لكن الاولانيه يعني يعني دي انا ايد الدعمه دي بالذات حتى بره الحكام ما بيصفروهاش يعني. انا عشان ده قانون، ده قانون عرف، ولو هيصفروها مثلا فيها شبهه تعمد او حاجه لازم الفار هو اللي يرجع ويقول تمام. الكرة كانت مرتده وانت بعيد يعني، ما كانش قريب قوي للكرة عشان يشوفها، وهي اصلا يعني في قانون اللعبه التحديثات اللي طرقت يعني ان الايد الداعمه دي ما بتتحسبش. وفعلا يعني هو ما اعرفش يعني، ولو هتتحسب كنت حسبت يعني، كانت تتحسب بتاعت كليوباترا. انا ما اعرفش هو كل حكم نازل ايه دماغه يعني. المهم نرجع للحكام دي هنتكلم فيها في وقتها. بعد الفار ما اكدها والمراجعه وبتاع بتتم تنفيذها الدقيقه 25، بيخش رؤى يسجل الهدف في الدقيقه 36. طبعا بعد الجون الاول يعني، بعد الجون بيحصل هزه شويه من الزمالك، وبتحصل غلطه من المسلوسي على الدقيقه 31.
بترد محمود ممدوح المهاجم بتاع حرس الحدود بيشوطها، بتخبط، وحسام عبد المجيد بيقفلها بلوك كويس بعد الخطأ بتاع المسلوسي، تطلع ضربة ركنية. الركنية دي كانت خطرة جدا، ان هي برضه كانت في مشكلة في ركنيات الزمالك النهارده، او العرضيات اللي على الزمالك، وهي كانت ركنيات يعني. ما كناش كويسين خالص في اخراج الكورة. عارف بقى ده سبب غياب الونش او حاجه، رغم ان حسام عبد المجيد معروف بطوله وكمان مستواه كويس، بس الركنيات فعلا كنا وحشين سيئين جدا فيها وخطر علينا جدا. بتلعب كورنر بتعدي لغايه لما توصل للاعب حرس، بتخبط فيه وبتعدي جنب العارضه، كانت يعني سنه. دي لو في الجون طبعا العواد كالعاده بيتفرج على الكور دي، بيحب ياخد تصويره يعني زي ما بيقولوا في الكور دي. لولا الحظ يعني والتوفيق من عند ربنا، عدت جنب من عند الستر من عند ربنا، ما جاتش جون. طبعا كانت هتقلب الماتش تماما، لان الواحد برضو لما البيلينج جه ومع ذكريات مش لذيذه، ومستواك واداء حلو، وتتقلب عليك ببيلين ملوش لازمه، فالواحد عارف الماتشات دي وحافظها يعني، بس ستر ربنا انها ما جاتش. الزمالك بيتماسك تاني بعد شويه، ويبتدي يعمل ضغوطات وبتاع، وكام كوره من شلبي عرضيات برضو، يعني مش وحشه ومش احسن حاجه، بس يعني ايه كان كويس. بيضم لجوه، بيعمل 1 3 مع حسام اشرف. حسام اشرف بيرجعها لشحاته اللي من وان تاتش بياخدها، بسبب بقى ايه؟ تحرك شلبي في العمق، تحرك نادرا لما بنشوفه من مصطفى شلبي، خلت اجبرت شحاته ان هو يعمل اسيست كمان مظبوط قوي. والانهاء من شلبي كان كويس بصراحه، خدها لمسه واحده على شمال الحارس، ما لحقش يعني ان هو ياخد قرار، يعني ما وقفش وخلى يعني، هي على طول جايه على عيبها زي ما بيقولوا، راح حاططها، وهي بصراحه ما كانش فيها عيب اصلا، الكوره نازله له مظبوطه. تمام. والاداء ابتدى خلاص، رجعنا تاني نمسك كوره، وبعديها في الدقيقه تقريبا 40 او 2 او 41 بتيجي كوره زيزو بيقطم بيها لجوه وعلى شماله، بيشوط تسديده بشماله كويسه جدا. سيحه ده برضو بيتالق وبيطلعها بالعكسيه، تطلع ضربه ركنيه اللي جاء منها ضربه الجزاء في الدقيقه 43 او الدقيقه 42. عقبال ما اتلعبت يعني وصل لنا، كان دخلنا في الوقت الضايع. طبعا ضربه الجزاء كره يعني فيها، يعني اللعبه دي بضربتين جزاء زي ما بيقولوا. الكره اتلعبت، مسوسي لمسها برجله، الولد دخل في رجله، في مش رجله، التحام، حكم ما شافش حاجه، ما صفرش. وصلت لشلبي، شلبي بيحاول يستحوذ عليها، والراجل راح ماسكه برضو يعني، بس مش مشكله يعني، نقول التحام عادي، الاتنين بيحاولوا يوصلوا للكوره، ما صفرش، مفيش اي حاجه. طبعا لازم الفار هو اللي يقول، ولولا الزمالك لعيبه الزمالك اعترضت وكده كان مش هيرجع للفار اصلا. رجع للفار ورجع حسبها. تنفيذ زيزو ليها كان كويس، هو مش احسن حاجه، بس كان تنفيذ كالعاده تنفيذات زيزو يعني، اللي هي الكره قويه وفي زاويه بعيده، حتى لو الحارس لمسها او حاجه، بس لازم تدخل الجون. في الدقيقه 51 بينتهي الشوط وتمام، النتيجه 3-1، والشوط الثاني هننزل بقى احسن وخلاص يعني، الماتش باين في سكته رايحه فين. بس طبعا نوايا الحكم كانت باينه يعني، ان هو مش هيعدي الموضوع، فانت كلازم كفريق الزمالك يعني، حتى من الكوتش بره او من المدرب المساعد واللعيبه الكبيره، ينبهوا على اللعيبه ان هم يدوسوا عشان يخلصوا الماتش، عشان ما يبقاش فيه فرصه ان حد يحاول يبوظ لك الماتش، لان واضح ان النوايا ما كانتش احسن حاجه يعني. الشوط التاني بنبتدي في دقيقة 51 تقريبا، او قصدي في دقيقة 51 الشوط التاني. ثرو لعب من عبد الله السعيد، اللي مصطفى شلبي شبه انفراد حطها بس ضعيفة شوية، عدت الجون، بس اللعيب طلعها من على الخط في انقاذ كويس جدا. بعديها شوطة لشحاتة برضه عرضية من شلبي كانت كويسة جدا، وصلت لشحاتة، وقف وشاط. عبد الله كان في موقف تسلل، ردت له حطها جون، بس كانت اوفسايد. آه، مستوى كويس، والزمالك مستحوذ على الكوره، مفيش اي مشكله، بس مفيش اهداف. ابتدينا بقى دلع، وابتدى كمان في شويه ارهاق، لان الزمالك برضه في ضغط ماتشات، مع اعتماد جروس على عدد معين من اللعيبه، مجبر المره دي بقى يعني، هو بقى سواء لو عايز يريح، هو مفيش اوبشن انه يريح، لان البدايل يعني هيجيب منين؟ يعني مفيش حد بديل فعلا، مفيش بدايل على احسن حاجه، ولا يا دوبك الاساسي اصلا
احنا مجمعين منهم كام واحد، بنلعب بكام واحد احنا اصلا مش طايقينهم في الملعب. فالراجل كتر خيره يعني. فابتدى المجهود البدني يقل، ومع شويه دلع ما اعرفش ايه، لحد ما تيجي الدقيقه 82 او الدقيقه 80، كوره هجمه للزمالك، تشيب من عمر جابر لمحمد شحاته، بيستلمها ويجي يلعبها، بيلعبها فعلا، وهو بيلعبها لعيب حرس الحدود بيدخل فيها في رجله، داخل منطقه الجزاء. الحكم قال كمل عادي العب مفيش فيها مشكله. بترد، غلطه من المسلوسي ان هو ما كانش في احسن حالاته، بتبقى انفراد. المسلوسي بيضطر ان هو يرتكب خطأ ضربة جزاء، معرفش هي معاها طرد المفروض، هو معرفش الحكم رجع للفار. كل الناس افتكرت يعني هو راجع للفار يشوف كرة شحاتة، لان هي دي اللي يرجع يشوف كرة شحاتة يحسب بيلين للزمالك ويلغي البيلين ده. هو يعني طلع هدى اللعيبة، ما اللعيبة مش عارفة بقى هو بيتفرج على ايه، فرجع عمل نفسه ان هو بيتفرج على بيتفرج على اللعبة اللي هي اصلا مش محتاجة افار اصلا، ورجع لغى الطرد واداله انذار. ده من العبث برضو اللي حصل يعني، مش هو قال لك لغى الطرد وقال له خد انذار بس وبيلن. انا مش فاهم هو لغى ليه وما اعرفش، مش فاهم ايه الفكره يعني الصراحه. أه طبعا بعد الدقيقه 84 او 86 الدنيا بتتلخبط جامد وبسبب البيلن. التغييرات طبعا احنا يعني الناس بتقول ان التغييرات اثرت في شكل الفريق، انا مش شايف كده. بنتائج لازم كان ياخد، يعني الناس بتقول شلبي يكمل، انا ما بحبش اصلا ان احنا نشكر في لعيب على يعني كام ماتش شلبي معاه، بقى لنا داخل في موسم ونص ولا موسمين والله ما عارف. شوف يا جدعان ارقامه قبل ما نتكلم بس ونقعد نشكر فيه على عرضيتين وجونين. ما اعرفش هو الناس بتطبل لمين او بتتكلم انتوا ليكوا عين اصلا تشكروا فيه؟ يعني بتشكروا فيه ليه؟ لعيب عمل ماتش كويس، عمل ماتش كويس يطلع، لكن مش يطلع تقول لي هو المفروض كان يكمل في الملعب. الواحد بيشوف كلام بجد على الانترنت وكلام محللين، ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا يعني هو عمل ايه اصلا عشان يكمل في الماتش؟ ما هو اصلا برضه هو نفس اللعيب في نفس الماتش عمل كم مس باص في الشوط الاول والشوط الثاني. احنا بنلعب الحرس، فلو هو ما تألقش في ماتشات زي دي وجيب جواه اسيست وجون وبتاع ده الطبيعي، ولما يجي يطلع مش كمان جروس يقف يتكلم معاه يقول له انت عملت ماتش ولا عمل ماتش كويس عادي يا عم. ولو زيزو وحش برضه هنتكلم عليه ونقول كده، بس هو يعمل اللي عمله زيزو عشان نقدر يعني عشان الواحد يتكلم، يعني احنا عشان لما نيجي مثلا بنقول انتوا ليه ما بتقولوش على زيزو كده، يا عم يعمل ربع اللي عمله زيزو، عشان لما مستواه يقع احنا ايه نبلع له الوحش. لكن احنا ما بنبلعش لشلبي غير الوحش اصلا، يعني احنا ما بنشوفش منه غير الوحش من اول ما جه. فمش معقول عشان خاطر جون واسيست في ماتشات حرس حدود وبلاك بولز وابو قير الاسمده هنطلع نطبل يا جدعان. تغييرات عاديه دقيقه 65 او دقيقه 64، خروج اشرف ونزول الجزيري. المفروض كان النزول اللي يبقى بدل اشرف يبقى المنسي، بدل اشرف يبقى منسي مش الجزيري، لان الجزيري بقاله فتره ما بيتمرنش، ويعني مش لازم اول ما يرجع من التمرين ينزل يلعب. دي كانت سقطه من جروس يعني. و اللي بيتمرن معاك هو اللي ينزل. المهم، والتغييره الثانيه نزول بنتايك مكان شلبي. مستوى هايل بيقدمه بنتايك، ودفاعي وهجومي وبيدي حريه لفتوح، نزل لاعب كويس وعمل كام كروس وبتاع، بس للاسف يعني اشرف النهارده كان يعني قصدي الجزيري كان نزل معاه، ما استفدناش من حاجه، لان الجزيري نازل برده ما فيش جديد، مستواه مش احسن حاجه. دي 74 بيطلع عبد الله السعيد وبينزل شيكابالا، نفس برضو التغيير ده تم في ماتش بلاك بولز بس كان بعد كده بشويه. احنا عادي ما كناش سايقين يعني، حتى لما حرس الناس عماله تقول التغييرات هي السبب ان الحرس رجع في النتيجه. يا جدعان الحرس رجع في النتيجه، انت كانت هجمه ليك ضربه جزاء ورجع بضربه جزاء وخطأ فردي، مش حاجه من الاداء، يعني الاداء ما اختلفش خالص في النقطه دي يعني. فعامه انا مش شايف ان التغييرات ليها سبب في اي تراجع حصل، غير ان التراجع ده اوريدي لازم كان اللعيبه تنزل، لان بدنيا احنا كنا ما بقيناش كويسين، والتغييرات نمط واللعيبه يعني ما فيش فروقات رهيبه بينهم وبين بعض يعني. ايه ده كام لعيب يعني؟ بالعكس ده انت بنتايج ده احسن من شلبي طبعا، حتى لو شلبي في التوب فورم بتاعه، لو جايب فورمه مين يعني هيجيب؟ هيبقى مين؟ هيبقى فينيسيوس يعني؟ واحد والله بيشوف العجب، بيسمع العجب وبيقرا العجب على النت.
شويه لعيبه انا مش عارف والله بجد، يعني ليهم مهاويس كده بطريقه غريبه وما عملوش اي حاجه للفريق والناس بتطبل له. آه بعد طبعا دقيقه 86 ما فيش اي حاجه تذكر غير كره راحت للجزيري. كورتين راحوا للجزيري، منهم كوره المفروض رايح بنتايج فاتح له سبرنت، ما اعرفش كسل يديها له، راح لافف وراجع، ما اعرفش هو عشان يكسب وقت ولا ايه يعني، على اساس هي لما تروح لبنتايج مش هتبقى فرصه، وما هي وقت برضه يعني، وقت ماشي، ما اعرفش يعني. بصراحه حاجه غريبه جدا. وكرة تانية راحت للجزيري، اداها لشيكابالا. شيكابالا يعني برضو ما فتحش في المساحة قوي، بس استلمها من بعيد ورقص وشاط الجون، طلعها وصلت لبنتايك. لعيب هايل جدا، خدها على يمينه وشاطها جت في العارضة، شبه كرة بن شرقي كده اللي كانت في الأهلي في نهائي كأس مصر، حتى راحت في نفس الحتة في العارضة، رغم ان هي برجله الضعيفة يعني، بس شاطها كانت كويسة جدا، الجون ما عملش فيها حاجة لو في الجون. ما فيش بقى بعديها كورنر لحرس الحدود دربكه، والواحد شاطها جوه الخط برضو، يعني عدل ربنا ان عواد لقاها في ايده، ان احنا ما نستاهلش ان احنا نطلع متعادلين الماتش ده يعني. شويه ملاحظات كده معينه نتكلم عليها. اولا لمسه جروس وبصمته بتبان ماتش عن ماتش. طبعا في شويه مشاكل عندنا ولسه باينه، هي خاصه بالدفاع، خاصه بالخط الخلفي اهم حاجه، وفي خط النص في وجود لعيب آه، مفسد لهجمات الخصم. محتاجين لعيب اقوى من دونجا، يبقى هو اللي بيقطع وبيضغط بشراسة اكتر، لان خطة جروس اللي بتعتمد على تقريب الخطوط من بعضها، ان هو عايز كده واضح جدا، وان اللعيبة تتحرك، وان اللعيبة في اقرب وقت تقدر تسترد الكرة مرة تانية. مش لازم ضغط يعني قوي على قد ما هو بيقفل زوايا التمرير وضغط على اللعيبة، الفريق الخصم ما يقدرش يطلع الكرة بشكل كويس. فدي بتتطلب نوعية لعيبة عندها شراسة أكتر في قطع الكورة، بالذات في مركز 6 اللي هو مركز أستاذ نبيل عماد دونجا. مش أحسن حاجة، ولازم حد يعني بجد مكانه يعني. تاني حاجة دخول الجناحات للعمق، لمسة واضحة جدا، ودي بصمة جدا واضحة جدا من جروس ان هو دي حركته دي طريقته. آه، بجد اللمسات دي يعني كان بيعملها في 2018 وخلت كهربا واوباما يكونوا هدافين الزمالك في الموسم اللي هو كان ماسك فيه الزمالك مع ابراهيم حسن كمان. كان لعيب كويس جدا، بيستخدمه كويس جدا في موضوع ان هو بيدخل منطقه الجزاء على طول. فزيزو وشلبي كانوا على طول متواجدين في منطقه الجزاء. مهاجم متحرك اكتر من اشرف، او خبره اكتر من اشرف، وبيحرك كتير، هيقدر يستفيد جدا من وجود الكثافه العدديه داخل منطقه الجزاء اللي جروس بيعملها دي. اهم حاجه اللي هو التحرك واللعب من لمسه واحده، طول ما ده متاح ده باين جدا. ويعني مفيش لعيب متقيد بمركزه زي ما بيقولوا، بس في نفس الوقت ما بيخلش بالخطة. يعني اللعيبة في تحرر وفي كل حاجة، بس كل واحد عارف مكانه، مين بيطلع مين بيخش مكانه. آه بالذات يعني طبعا فتوح عنده وعي تكتيكي والتزام تكتيكي رهيب وذكاء، فبيزيد وبيرجع. النهارده عامل ماتش بصراحة شايفه كويس، محتاج بس يركز على موضوع ان هو يظبط اوفراته ويزيد، لان اسيستاته السنه لغايه دلوقتي في اول الموسم زيرو اسيست. الناحيه التانية عمر جابر عامل 5 اسيستات من اول الموسم لحد دلوقتي في جميع البطولات، مع الفرق ان الناس بتنتقد عمر جابر وبتنتقد اداؤه. فاعتقد يعني ان هو ان شاء الله يعني لسه فتوح عنده احسن من كده. يعني ده بالنسبه لجروس واداؤه. بجد انا شايف ان يعني شويه يعني ماتش التاني مع تثبيت التشكيل مع اضافه بعض العناصر، يا ريت يا ريت يعني بجد الموضوع هيفرق جامد. تاني نقطه،
هي شحاتة فعلا. مع جوميز كنا للأسف، أنا عامة كنت يعني حسيت إن أنا اللي لبسناه وشوف مستوى مختلف تماما عن مستوى المنتخب الأولمبي وأداء مختلف. لكن واضح إن هو المدرب ليه عامل إن هو لعيب صغير فعرف يطور منه وبيطلع منه حاجة مختلفة عن ما كانت بتطلع مع جوميز. فاللي جاي مع شحاتة إن شاء الله إن هو هيتطور. وإحنا بعد عشمان في جروس زي ما طور من عبد الله جمعه وغير له مكانه اصلا وخلاه ظهير ايسر، قصدي باك شمال باك ايسر تحفه يعني. ظهير ايسر كان مستوى الناس كلها كانت بتطالب ان هو يخش منتخب مصر، وكان احسن باك شمال في مصر ساعتها على ايد جروس. فممكن مع شحاته نشوف منه نسخه مش موجوده يعني، ما كانتش موجوده مع جوميز. وهي فعلا ان هو واضح ان جوميز ما كانش بيركز في ان هو يطور لعيبه يعني، لان ولا شلبي اتطور معاه خطوه ولا شحاته اتطور معاه. الدليل مثلا ان انت شايف مع جروس كام ماتش بس، بصرف النظر شلبي في تحسن طفيف في مستواه، وشحاته في تحسن في مستواه. اللعيبه اللي عايزه تتطور هتتطور وهتلاقي، واللعيبه اللي مش عايزه خلاص. فنتمنى يعني ان اي لعيب زي دونجا ولا اي حد يحاول يستفيد من المدربين الكبار اللي هم بيدرب تحت ايديهم، واللي عايزين يطوروا اللعيب ويسمع كلامهم عشان يقدم حاجه للفريق يعني. لان الزمالك زي ما قلنا لو اتوفرت معاه سيوله ماديه واختيارات ان هو يختار لعيبه في مراكز معينه، في لعيبه فاكره نفسها اساسيه وفاكره نفسها جامده، والله ما تبقى حل ثالث للزمالك. تمام. تالت نقطه هي شلبي. فشابوش حياته صحيح الاول، ومبروك على انه راجل المباراه بجد، ده استحقاق يعني لادائه والاسيست اللي عمله والبري اسيست وادائه عامه دفاعيا وهجوميا. النهارده كان في وعي وفي اختلاف تمام يعني، تدرج في المستوى كده. ده تالت ماتش مستوى متميز جدا. تالت نقطة مصطفى شلبي اللي أنا اتكلمت فيها في سياق الماتش يعني لما جه دورها. زي ما قلنا مش محتاجين ان احنا ندي ابريشيت للعيب ما قدمش الحاجة المنتظرة منه في الفترة اللي فاتت دي، على يعني اقعد اصيط فيه على 3 ماتشات هو لعبهم قدام فرق ضعيفة، اضعف 3 فرق انت ممكن تقابلهم في السيزون. فانا مش شايف اي داعي ان انا اشكر فيه او غير ان انا اديله حقه الطبيعي. ماتش كويس احسن من اللي فات، بس احنا عايزين منك اكتر بس. لكن بقى ما كانش لازم يخرج، كان لازم يقعد. اصل هو لو قعد هيجيب هاتريك مثلا، اصل هو بيطير في الجو، مفيش الكلام ده. لو في لعيب في الزمالك انت تقدر انك تتضايق انه خرج او مش او يعني نصبر عليه او كده، هو زيزو. وبعديه عبد الله السعيد، تقديرا ان انت عارف الراجل ده يقدر يعمل ايه في اي وقت. غير كده اردم، مفيش. عشان بس نبقى منصفين يعني. وان شاء الله ممكن نوعية محمد شحاتة دي اللعيب ده قدام لما يعمل لنا برضو كتير قوي نقدر نتكلم في كده. نبطل بقى نقطة ان حد يرفع اوفر يعمل اسيست يجيب جون نطلع بيه السما. بجد لازم نبطلها يعني. المسلوسي النقطة الرابعة. المسلوسي مستواه مش احسن حاجة، وواضح انه متأثر بقى بموضوع التجديد او ان هو يعني هو كمان برضه من قبل، لان مش هقول ان جروس ما بيعتمدش عليه فهو ده اللي مرجع مستواه لا، هو من قبل جروس هو مستواه ما كانش كويس. كان ابتدى ينزل في بداية الموسم وجات الإصابة ورجع من الإصابة برضه. هو مش سيء بس بيعمل غلطات ما كانش بيعملها، والمفروض ان احنا كان بيعملها الاول خالص لما كان لسه باك يمين اول ما جه والناس كانت بتنتقده. لا، عايزينه يركز وعنده احسن من كده، ويعني لازم يفوق كده. لان هو في فتره تجديد، فلو هيجدد وهو بالمستوى ده يبقى مفيش داعي خالص يعني ان احنا نجدد. ومحسوب ان هو اجنبي مفيش. يعني اعتقد يشوف بس ايه سبب النزول مستواه ويحاول يركز في اللي عنده. هو لعيب محترف واكيد فاهم حاجه زي كده. اخيرا نختم بيها هي نقطه التحكيم. هنتكلم في تحكيم النهارده. نتكلم في واحد، ضربه جزاء على احمد فتوح.
اللي احنا قلنا عليها برضو قانونا ضربة الجزاء دي مش ضربة جزاء، هي بس كده سريعا دي مش ضربة جزاء، ولا فار بقى ولا مش فار ولا اي حاجة، هو ما راحش للكرة باي شكل من الاشكال، ما راحلهاش. تعمد صحيح انها تتحسب على الزمالك ومع اتفاق من الحكم الفار، الموضوع بقى مش مشموم ان هو ريحته وحشه، هو ريحته وحشه. يا عم انا نازل اخسرك، انت تعرف تكسبني بقى مع الفريق، انا بلعب ضدك ضد الفريق التاني، انت بقى شد حيلك كده وحاول تجيب لك 5 6 جوان ما فيهمش اي غلطه، عشان اقدر ايه عشان تقدر تقاومني، عشان انا لو جات لي الفرصه ان انا اذبحك هذبحك. ده هو ناقص يقولها لك كده يعني، ناقص. فانت نازل عارف انك هتلعب ضد الحكام فار وساحه وضد الفريق الخصم، فانت مع اصلا مشاكلك في عمق السكواد بتاعك، وان الفريق بتاعك عنده نواقص كتير واللعيبه الاساسيه مش احسن حاجه، فالمفروض ان انت تلعب كل ده، وده مش هينفع، لو عدت مره مش هتعدي التانيه. عدت في ماتش البنك الاهلي واتظلمت، في ماتش السيراميكا ما عدتش وخسرت نقطتين، ماتش طلائع الجيش نفس الكلام، خسرت نقطتين. هي كده، هي كده. في الناحيه التانيه بقى، انت لو بصيت على الفريق اللي المفروض ان انت بتنافسه مفيش ضربات جزاء، ينسى قصه ضربات جزاء عليه دي، انسى. ولو الماتش متعقرب معاه يتحسب له ضربه جزاء كده كده، ده طبيعي، ضيعها بقى جابها هو ورزقه. فانت يعني هتلاعب مين ولا مين يعني بتحارب طواحين الهواء، فمش هينفع، فمش هينفع بقى، ولا حلها بقى ولا بقى نزل بيان بقى نطلع بيان مفيش، مفيش. يعني هو مفيش، هو يعني نروح للفيفا مثلا، لان هي مفيش، هي الكوره في مصر مفيش، هي يعني فار بقى مش فار ملهاش حل، يعني لازم الناس دي تتغير من جواها يعني، ويفهموا ان هم يعني يعرفوا بقى ان في ربنا، يعني ان هم في الاخر في ربنا هيحاسبهم، يعني ملهاش حل تاني. فدي لازم بقى ياخدوا دروس دينية ولا حاجة، مش عارف والله. فلا، كارثة التحكيم فظيعة. المهم يعني دي اول حاجة، اول كارثة. تاني كارثة بعد ضربة الجزاء لعيب حرس الحدود بيرجع الكرة للجون، يعني مرجعها للجون والجون مسكها، يعني هو مش قصده يرجعها للعيب والله ما قصده ان هو يرجعها للعيب زميله، وحتى لو ده قصده هو بالطريقه اللي مرجعها بيها من غير يعني، هو مختار ان هو يرجع والجون اختار ان هو يمسكها، يعني هي حتى لو رجع للجون لان هي راجعه من رجل زميله صريحه، ما خبطتش في حد، والكره ما كانش زميله ما كانش معاه التحام مثلا، حد داخل عليه فبيشتتها اي كلام، لا ده مبصيها لورا والراجل مسكها بايده ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. يا جدعان ازاي؟ طب ازاي يعني انا ازاي دي؟ ازاي؟ لا مفيش حاجه، العب العب كمل. بعديها الشوط الثاني ثرو باص من شيكابالا للجزيري، الجزيري رقص الولد اللي كان المدافع اللي كان معاه، المدافع شده، هو كمل، راح المدافع زقه، راح وقع جوه ال 18، الشده دي كانت بره ال 18، فالحكم عشان طبعا ايه، احنا يعني جامدين قوي، عارفين ان الجزيري صايع بيلبس ضربات جزاء، فانا اديله انذار عشان الناس تطلع تقول اه ده فاهم الجزيري وعارف كده، فانا السوشيال ميديا مجننه الناس، تمام، والبرامج، فهو شايف ان بقى المحللين بتقول ده الجزيري ده صايع قوي في ضربات الجزاء دي هي الميزه الوحيده اللي في الجزيري يعني. واكيد شاف مش فاكر مين كان عامل له فيديو بيقول بص هنا الجزيري، كان عمرو شوقي اللي بيطلع مع المحمودي اللي هو معد في برامج المحمودي، كان عامل فيديو على ان الجزيري هنا خلى علي جبر اتطرد، وهنا خلى لعيب الترجي يعمل ضربه جزاء وهي مش ضربه جزاء، بس يعني ما فيش حاجه، هي حاجات عاديه، ملبس لعيب ضربات جزاء هي ضربات جزاء. فهو بقى قال لك لا، هو مش هو انا لا انا اديله انذار عشان الناس تقول البيج ياسمين جامده، البيج قلاوي. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ده انت مش طبيعي والله.
يعني بجد روح الجيم، طيب خليك في الجيم وسيبك من التحكيم. يعني ازاي كورة القانون بتاعها بيقول لا قانونا ان ايد الدعمه مش ضربه جزاء، واحنا قلنا كده، واحنا نفسنا الزمالك قدام سيراميكا نفس الكره يمكن بتاعت سيراميكا يعني لو ممكن تتحسب، لان رجب نبيل فعلا راح بايده للكوره، ده اللي انا شايفه. وكرة تانية راجعة من ايد في مكان خطر جدا، راجعة من رجل المدافع للجون بتاعه، جون مسكها ضربة حرة غير مباشرة تتحسب في منطقة خطرة جدا، اللي نادي الزمالك يتغاضى عنها تماما، و بيلن للجزيري يحسبها فاول عليه، او يا عم مش هتحسبها بيلن ما تدلوش انذار، ما تحسبهاش فاول عليه، يعني مش فاول مهاجم، يعني هو ما عملش حاجه، ما عملش سيميوليشن، ما مثلش. هي كوره يعني ما فيها يعني هي ضربه جزاء، لا اما فاول من بره ال 18 لانه شد كان من بره ال 18، لكن ما فيهاش تمثيل خالص، ما ينفعش. الكره الاخيره طبعا اللي هي رجع فيها البيلن بتاع المسلوسي، اللي رجع فيها الفار اللي انا اتكلمت فيها، شحاته لعب الكوره والواد لعب، يعني في باينه ان هو في التحام من الولد على رجله. بيلن نفس البيلن بتاع الشوط الاول بتاع المسلوسي، هي انت حتى ما بصيتش عليها في الفار، حتى حكم الفار ما قالش عليها، انت راجع يعني عشان يهدي لعيبه الزمالك، رجع نفسه عمل نفسه بيتفرج عليها وهو بيتفرج على اللعبه الثانيه، ورجع يلغي الطرد اللي انا ما اعرفش لغاه ليه وخلاه انذار بس. ده التحكيم. آه فدي نقطه التحكيم، ما اعرفش والله حلها ايه، وما اعرفش بقى الزمالك ايه الخطوات التصعيديه اللي المفروض يعملها، لان دي حاجه بقى في ايد مجلس الاداره يعني. بس بقى قصه الانسحاب اللي ما بتاكلش عيش وترجع تلعب والكلام اللي ملوش عايزه ده، انا مش عايز اشوفه تاني، يعني ما نسمعوش، يعني يا ريت ما نسمعوش. لازم يبقى في موقف حاسم، موقف رسمي، موقف نقدر نعرف ان احنا كده يعني هنستفيد منه ايه، ولكن ما ناخدش مواقف ملهاش يعني مش هنستفيد منها حاجه وهترجع علينا بالضرر. وما نستناش لما المصيبه تحصل ونتغلب ماتش بفضيحه تحكيميه وانت هنتكلم، اتكلم وانت كسبان، ومش تتكلم تاخد موقف وتعرف ايه الموقف ده وهتعمل بناء عليه ايه. لكن بيانات وجو الهري ده فكك منه، لان مش انت اللي يتعمل لك يعني البيان بتاعك ما بيتعملوش حساب، وكنت قلت قبل كده في فيديو الكلام ده. مش انت اللي بيانك بيهز الدنيا وبيأثر على اتحاد الكوره، بيأثر على لجنه الحكام، ولا اي حاجه. احنا عارفين يا عم، احنا ناس غلابه وناس طيبين. معلش انا اسف، فيديو طويل شويه، وكان الواحد بقاله كتير ما طلعش، كنت الماتش كان فيه احداث كتيره فكنا بنتكلم. اخيرا جوميز غلب 9 من الهلال. والله الواحد مش عارف يقول ايه يعني، عامة هو يعني الواحد بيتمنى له الأسوأ، فيا ريت من دايما من أسوأ لأسوأ. يعني كلمة أخيرة لجمهور الزمالك، مش عايزين الناس اللي بتحضر في المدرجات. إمام عاشور يعني ليه خلاص جوه قلب الواحد كره، ما يعني دي نقطة ما فيش فيها أفصال، ما فيش حد من الزملكاوية هيصفاله. بس لو انت عايز ترد عليه او ترد عليه هو او تديله هتافات يبقى هو، مفيش داعي ان احنا نجيب ذكر اعراض، لان احنا بنتضايق واتضايقنا لما جمهور الاهلي اتكلم في النقطة دي مع لعيبة عندنا، فما ينفعش ان احنا نكررها مع لعيبة عندهم، حتى لو احنا كررناها زمان فقلنا ان ده غلط. فيا ريت ما ننزلش للمنحدر ده معاهم، يعني لو هو يعني فعشان انت ما تبقاش بتعيب عليهم وترجع تقول بقى بص هم بيعملوا ايه وانت تيجي تعمل زيهم، حتى لو هم يستاهلوا ما ينفعش، او حتى لو هم بيعملوا كده ما ينفعش. مش حاجه لذيذه انك تتكلم في عرض حد وشرف حد، وبتتكلم تجيب تتكلم على اسم مراته او حاجه، ده ما ينفعش. فدي بصراحه نقطه يا ريت هتافات المدرج ما تبقاش موجوده فيها، ما تبقاش متواجده فيها هتافات المدرج في حاجه زي كده تاني. ويعني والناس اللي على السوشيال ميديا برضو على يا ريت ما فيش داعي برضو انها تنجرف لحاجه زي كده يعني. عامة اسف على التطويل، وزي ما قلت لكم لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا اشتراك في القناة ولايك، وانا
الف مبروك النهارده امبارح على الفوز، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب باذن الله. ليلتكم جميله.